للاسف مقاطعه، فدي الحلقه الاخيره من عشوائيات مراتي. ايه الاخبار الناس الحلوه، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو النهارده عندنا الحلقه الثالثه والاخيره في الموسم الجديد بتاع عشوائيات مراتي، اللي هو اول موسم اصلا عشوائيات مراتي. طبعا احنا اتكلمنا واكتشفنا ان هو المفروض ان عشوائيات مراتي تبقى مقاطعه او امازون تبقى مقاطعه، فبالتالي النهارده هتكون اخر منتجات معانا. وعد مني هنحاول نظبط حاجه انا ودنيا تكون حلوه ليها مثلا علاقه بالعشوائيات وكده. هو في حاجه احنا شغالين عليها بس صعبه شويه، بس لغايه ما الدنيا تتحل تاني. انا بسجل الفيديو ده يوم 28 نوفمبر، فلغايه ما الحل يتعدل تاني ان شاء الله احنا مقاطعين امازون، وبالتالي السلسله هتضطر تقف تاني بعد النهارده. بس عشان خاطري هنحاول نوصل الحلقه دي 20000 لايك كوداع ليها لغايه ما ترجع تاني، وخلينا برضه نحاول نوصلها تاني الترند العام، لان دي كانت حاجه جميله جدا. والنهارده بقى قبل ما نخش على النهارده لازم اقول احنا بنعمل ايه. اللي مش عارف، عشوائيات مراتي عباره عن سلسله مراتي فيها بتشتري حاجات غريبه من امازون بالكارت بتاعي انا او بالفلوس بتاعتي انا اللي بضيع فلوسي، بس بتشتري حاجات غريبه وبتديها لي موجوده في صندوق، وانا بشوف الحاجه دي وبشوف هي بتعمل ايه، وبعدين بقرر تستاهل كام نجمه على امازون وسعرها المفروض يكون كام. المره اللي فاتت اتصدمت كتير جدا بالاسعار الغريبه الموجوده، بس المره دي انا متحمس لان في حاجه قالت لي لازم انا اجهزها لك. هو انا النهارده محتاج ايه؟ معايا مشروب على حد علمي هو مش مقاطعه، انا قعدت ادور مش لاقي حاجه لان عموما ما فيهاش حاجه وانا عامل دايت، فده حاجه شوجر فري بطعم الجنجر او الزنجبيل مع التفاح. فاول حاجه لو حد عارف ان دي مقاطعه يقول لي عشان ما اشتريهاش تاني، بس انا مش لاقيها في اي حته خالص، فانا ما اعرفش اصلا دي جايه منين. تاني حاجه عندنا بيكنج سودا، بس دي منتهيه الصلاحيه فربنا يستر علينا. تالت حاجه قالت لي ان انا هحتاج باستا او مكرونه، وانا عارف ليه بصراحه، وافهمكم ليه بعدين انا عارف ليه. واخر حاجه محتاجين تابلت، فده التابلت بتاعي الشاومي الجميل. ففي منتج هي قالت لي لازم تبدا بيه، وهو كان اخر منتج يوصل لنا اصلا، وقالت لي ان هي المفروض تجهز له حاجه. خلينا نشوف المنتج عباره عن ايه ونشوف كانت بتجهز له ايه وبتعمل فيه ايه، ويلا بينا. هو المفروض موجود هنا تمام. طب بسم الله الرحمن الرحيم نطلعه كده. انا عرفت ده ايه، ده بارد قوي. دنيا جابت لي ده، واعتقد ان في ناس كتيره جدا منكم عارفين كويس قوي ده ايه. بيقول لك فروزن ماجيك فريز سكويز انجوي ايزي ميك نو مس نو فاس سكويز كاب. ومن هنا في كلام كتير قوي بيقول لك ان هو بيعمل سلاشي من اي مشروب، ومن هنا في عيال رايحه البحر تقريبا او ما اعرفش بيعملوا ايه، ومن هنا بيقول لك طريقه الاستخدام. ده يا جماعه المفروض ان هي كوبايه انا شفتها قبل كده عند الواد صلاح اوبلز لو انا فاكر صح، بتحط جوه المشروب بتاعك وتفعص فيها فبيحولك المشروب لسلاشي، ودي حاجه انا محتاجها في حياتي جدا الصراحه. فبيقول لك الخطوه الاولى بتحطه في الفريزر، الخطوه الثانيه بتحط جواه الحاجه الساعه، الخطوه الثالثه بتفعصها وبتطلع لك اللي انت عايزه. فخلونا بسم الله الرحمن الرحيم نفتحها كده ونطلع اللي جواها. لونها لدنيا، وجوه في ورقه مبلوله خالص طبعا، وفي حاجات كتيره قوي. اوكي، عندنا في بتاعه التواليتات تاني بس على ارفع شويه عشان ننضفها، وفي هنا معلقه اوكي دي اللي هي الشفاطه اللي فيها معلقه زي السينما يعني، فدي هنحتاج نطلعها. لحظه واحده، بتكون معموله كده بالمنظر ده، فاللي هو لو عايز تشفط بيها تشفط عادي، وفي نفس الوقت هي معلقه ممكن تعمل بيها اللي انت عايزه. واخيرا وليس اخيرا عندنا دول، انا ما اعرفش دول ايه الصراحه. عارف دي ايه، حاجه عشان ننضف بيها بس يعني الايه الاغلبيه بتاعها لكم برضه. دي بتركب كده، فدلوقتي لو عايز تنضف اي حاجه تنضفها عادي. ودي اللي قلت عليها بتاعه التواليتات، بس دي اصلا عشان تنضف بيها برضه الشليمو اللي هو الاسترو. وعندنا الاسترو، الثلاث حاجات دول جايين معاها. وبعدين عندنا دي ساقعه جدا طبعا لان دنيا كانت حطاها في الفريزر، في عليها اصلا من هنا كلام مكتوب مش عارف باين في الكاميرا ولا لا، ممكن يبان من الزاويه دي اكتر. فبسم الله، المفروض ان انا افتح دي كده. افتحها ازاي كده؟ اوكي، فده المنظر من فوق، وبنجيب المشروب بتاعنا اللي هو مشروب ساقع عادي خالص، نفتحه وبعدين نبدا نصب كده. هو هي اخرها قد ايه انا مش عارف، هي بدات تتملي على الاخر اعتقد كفايه كده، ولا هم حاطين اصلا حاجه من لغايه عندها انا ما اعرفش. وبعدين اقفل من فوق كده، ودلوقتي معلش يعني استحملوا من الزاويه اللي من فوق، بس المفروض ان انا افعص تقريبا. هو انا حاسس بتلج جوه بيتكسر او حاجه بتتكسر جوه، هل هيتحول لسلاش ولا ايه؟ انا محتاج ابص كده. بيقولوا لي هستنى كام دقيقه، دي حاجه مهمه ان انا اشوفها يعني عشان ابقى فاهم. بس عمال اتكسر حاجات كتيره قوي، بس مش شايف المشروب اللي جوه اتحول لحاجه يعني، شايفين هو مشروب عادي خالص، بس هي صوتها حلو قوي اسمعوا. ما علينا. ايه ده؟ لحظه واحده يا جدعان، بصوا من فوق. ايه ده؟ شكلها مقزز جدا، بس انتوا فاهمين يعني. بشم ايه؟ ما هو نفس المشروب، او انا ليه عبيط في الحاجات دي؟ لا هي اتحولت. اوكي طب لحظه واحده، عايز اجرب الاسترو اللي جاي معايا، فهي بتخش عادي اهو. اوكي حاسس جوه بحاجه، استنى بقى كده. ايه ده؟ هو اوريدي ما بقاش في سائل جوه، بقى في كده. بصوا بقى المنظر دلوقتي بشكل كامل تقريبا عباره عن تلج وخلاص. هل المفروض بقى ازود؟ لحظه كده. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ بص المنظر، بص المنظر والله. لا جامده، مش عارف اشرح لكم، بس طعم البتاع احلى وهي مجمده. استنوا كده هزود زياده عليها اشوف هيحصل ايه. عايز بس املاها للاخر يعني، احنا عرفنا كده ان هي شغاله خلاص، بس بحاول ان انا املى للاخر واشوف هيحصل ايه ساعتها. هل كله هيتجمد ولا هيبقى عباره عن ميكس ما بين متجمد وعادي؟ شكله كله هيتجمد تقريبا. عامه المنتج جامد والمشروب منعش جدا،
مش محتاج كلام كتير، لا مش محتاج كلام كتير خالص. طيب ده برودكت جامد جدا جدا جدا، وواضح ان النوع ده او مش النوع، المنتج ده اصلي لان هو اشتغل على طول، يعني مش حاجه صيني مضروبه على ما اظن، الا لو هو حاجه سهله انها تتضرب يعني. استخدامه مريح جدا للنفس وانت بتقعد تفحص في الحاجه كده. بس مشكلتي مع البرودكت ده نفسه ان هو خد وقت كتير جدا عشان يوصل لنا، اعتقد اكتر من شهر، وده ما بيحصلش ابدا مع امازون معانا يعني. حتى شحنه اتاخر جدا، وارامكس ما كانوش هيوصلوه حاجه كده، ما اعرفش ليه. هل جاي من الصين مباشره كانه علي اكسبريس؟ انا ما اعرفش. بس المنظر من فوق زي ما انتم شايفين لا جامد، حتى اللي لسه حاطه اتجمد يعني. اديله كام نجمه واتوقع بكام دولار؟ اتوقع انه ب 19 دولار 99 سنت اللي هو الحته دي. وككام نجمه اتوقع ان هو ياخد 4.6 نجوم. متوقع انا 4.6 نجوم، ومتوقع 19 دولار 99 سنت، وايدي اتبلت خالص اهو. فخلينا نروح على امازون نشوف كلامي صح ولا لا. سلاشي ميكر كاب دي اي واي ماجيك سلاشي ميكر سكويز كاب بورتابل سموذي سكويز كاب فور جوسز ميلك اند ايس كريم ميك دبل لاير سيليكا كاب وذ ليد اند سترو فور كيدز فور كيدز فريندز فاميلي بينك. ده ممكن يشتغل مع اي حاجه حرفيا، حتى العصير، حتى المنتجات اللي هي اللي معموله من الحليب والايس كريم. المنتج واخد 4.3 نجوم من 147 مراجعه، والسعر 16 دولار 99 سنت بس. والله يستاهل السعر جدا اقسم بالله. وده شكل المنتج يا جماعه قدامنا اهو. لا الصراحه انا شايف ان هو شكله جامد جدا جدا. بيقول لك ايه هنا؟ لازم يحط في الثلاجه من 5 ل 6 ساعات. اوكي، ممكن يكون ده اللي مخليه مستفز شويه بالنسبه للناس وخلوه 4.3 نجوم. طب هم عاملين جواه ايه بقى؟ حليب بالسكر تقريبا. اوكي، اوه نايس والله نايس. يا ايه ده؟ انتوا عارفين ده ايه؟ ده ايس كريم فاصوليا خضراء. مين ممكن يعمل حاجه زي كده؟ والله العظيم. ما علينا. المنتج الاول جامد جدا الصراحه، جامد قوي والله العظيم، جامد قوي قوي قوي. فقولوا لي ايه رايكم فيه؟ هل تحسوا ان هو يستاهل؟ انا شايف ان هو يستاهل الصراحه 16 دولار. مره كمان مش بنحول بالمصري، احنا بنتكلم عن منتج يعني مثلا لو هو في مصر ممكن يكون بيبقى 150 جنيه لو بنتكلم بنفس الاقتصاد وكده. فقول لي ايه رايك فيه، وخلينا نروح على المنتج اللي بعده نشوف عامل ازاي. يلا بينا. اوكي، بقيه المنتجات كلها جوه العلبه دي، العلبه الصغيره دي، وانا ملاحظ ان عليها تحذير تقريبا او حاجه. فبسم الله الرحمن الرحيم خلونا نبدا بده. ايه ده بقى؟ ترافل تابلت اند فون هولدر. ايه ده؟ مش فاهم. المفروض ان ده الحاجه اللي جات لنا. اعتقد ده منتج صغير وسريع من حاجه اسمها ويكس جير. بيقول لك سافر واستخدمه في اي مكان، مناسب لاي حاجه، والتابلتس اللي توصل ل 10 انش. وانا التابلت بتاعي كام؟ انا فهمت ده ايه. ده حاجه ربنا يبارك لك يا دنيا والله. ده حاجه تقريبا الدنيا جايبها لي عشان السفر تقريبا. الفكره ان علبته تقيله جدا جدا. بسم الله نعمل كده 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 كده. في جوه دليل الاستخدام، بما انها حاجه في السلاح خلينا نشوف. ما اعرفش انتوا فاهمين حاجه ولا لا. صباعي لسه متبهدل، يوم 28 نوفمبر انا عارف. مفيش حاجه من ورا. وبعدين عندنا ده. المنتج ده تقيل قوي على فكره. ايه ده ده نضيف قوي يا جماعه. بصوا، لا نضيف يعني. ايه ده؟ اوكي. طيب اول حاجه عندنا الحته دي بتفتح وتقفل كده. هي بتفتح قد ايه؟ بتفتح كتير جدا زي ما انتم شايفين اهو. فهي كل ده ممكن تفتحه، او ممكن تخليها للموبايل بس، او تخليها كده بتلف. وبعدين كمان عندك ايه؟ الحته دي بتنزلها كده عشان تمسك في اي مكتب او اي حاجه. المنتج ده عارفين هو يفيدني قوي في ايه؟ في الطيارات يعني. ده ممكن اثبتها في الطياره على الترابيزه او حاجه بطريقه حلوه، بحيث ان التابلت يكون قدامي من غير ما يبقى ايه؟ مزعجني. عندنا ده التابلت بتاعي، تابلت شاومي جميل ماشي اهو. السحنه بتاعتي اهي. لحظه واحده. اهلا. فالمفروض ان انا ممكن اعمل كده، وبعدين احط ده هنا كده، وبعدين اشد دي لغايه ما جابت التابلت اهي. ويفترض ان ده بيكون المنظر. وبعدين لو عايز الف التابلت، لا جامده والله جامده. التابلت كده ملفوف اهو. بعدين عايز اعمله تاني اهو. لحظه، ما بتلفش اكتر من كده. اوكي، كده بتلف حوالين نفسها داير ما يدور، بس لا هي اخرها كده. اوكي، وبعدين ايه؟ تثبتها بدي. هل بقى بتستحمل تقل؟ بتستحمل تقل التابلت. شايفين يعني التابلت ما وقعش منها، وفي نفس الوقت ما وقعتش بيه يعني، ما قفلتش لوحدها. منتج نظيف. مشكلته ان هو تقيل شويه، بس في نفس الوقت عايز اجرب اثبته في الترابيزه كده. لحظه واحده. اوكي كده انتوا شايفين التابلت اهو. فممكن اعمل كده وفي نفس الوقت ممكن ايه؟ هو ازاي ارفعه اكتر من كده اهو. اوكي، فكده انتوا مش شايفينه قوي، بس هو دلوقتي ايه؟ واقف ستريت اب وبس. ولو عايز اشيله المفروض ان انا ممكن اعمل كده اوكي اتشال خالص او عادي خالص قصدي. وبعدين لو عايز اشيله من هنا فبروح اعمل كده. ايه ده؟ لحظه، لا ازاي؟ اوكي، وبعدين بروح دايس، لا عامل دي كده، واروح قافل دي كده، وخلاص هو مستعد مره كمان للسفر او حاجه. المنتج جامد بس تقيل قوي يعني. انت عندك في طيران ساعات بيكون مزعج شويه من ناحيه شنطتك ليها وزن معين. انا حاسس ان ده اكتر من نص كيلو تقريبا. وزنه مش مكتوب، بس خلينا نروح ابص بسرعه جايلكوا. لحظه. اوكي، انا وزنتها وطلعت 182 جرام بالظبط. فتقيله بس مش زي ما انا كنت متوقع خالص. طيب اتوقع المنتج ده يكون واخد 4.2 نجوم. ما تسالنيش ليه، انا حاسس بس ان هو ممكن يتكسر بعد فتره، مع ان هو المفروض ان هو شكله ان هو نظيف يعني. وفي نفس الوقت اتوقع ان سعره على الاقل
يعني بيلد كواليتي دي $15. فخلينا نشوف كلامي صح ولا لا. هل ده فعلا ب $15 وهل فعلا واخد 4.2 نجوم؟ ويلا بينا. اوكي، ويكس جير يونيفرسال ايربلين ان فلايت تابلت فون ماونت هاندز فري فون هولدر فور ديسك وذ مالتي فانكشنال مالتي دايركشنال دول 360 degree روتيشن بوكيت سايز ترافل اسينشال اكسسوري فور فلاينج. الموديل واخد 4.1 نجوم، يعني انا كنت قريب جدا جدا جدا. سعره كان $25 بقى 21.99 سنت، غالي اغلب $10 من اللي توقعته. بس شايفين الاستخدام ده، الاستخدام اللي هم عاملينه ده اللي انا كنت متوقعه. الترابيزه وهي مقفوله حاطين فيها البتاع ده، فعارفين ان هم يتفرجوا كويس، دي حاجه كويسه جدا. هنا برضو جامده قوي، ده وهو بياكل مش واخده حيز خالص. لا ده هسافر بيه، المنتج ده انا هسافر بيه اكيد مليون في المية. سعره غالي شويه ولكن في حاجه جامده. بص الصوره دي هو محطوط فيها ازاي، يعني انت ممكن كمان تحطه على اي حاجه وهو قاعد، مش لازم تمسكه في حاجه. ولا لحظه، بص الاستخدامات دي. فعلى العموم لغايه دلوقتي في الحلقه الاخيره عندنا منتجين جامدين جدا جدا. ده سعره اغلى شويه مما توقعته بس يعني هنعديها. قول لي ايه رايك فيه وهل حاسس ان هو يستاهل فلوس ولا لا، وخلينا نخش على المنتج التالت. اوكي، المنتج التالت انا عايز العلبه دي تطلع لك ازاي اهو. ايه ده مش فاهم. لا صايعه، حاجه صايعه دي. اعتقد ان ناس كتيره منكم هتبقى محتاجاها للبيت بجد، بحكم ان احنا مصريين معظمنا. بيقول لك جو سنو ا كول فريج ديودرايزر جاست اد بيكنج سودا لونج لاستنج فريشنس، وفي دبدوب مبسوط هنا مرتاح. دي حاجه بتحط جواها بيكنج سودا، المفروض على ما اعتقد مصممه في امريكا لكن معموله في الصين. دي حاجه بتحط فيها بيكنج سودا وبعدين بتحطها في الثلاجه، بتطلع لك اي روايح وحشه من الثلاجه. يعني مثلا لو والدتك طبخه طاجن، ايه ده الشكل ده؟ لحظه واحده، بص شكلها عامل ازاي، دي جامده جدا والله العظيم. ايه ده؟ يعني مثلا لو والدتك طبخه طاجن او حاجه وريحته قويه، ممكن تحطه في الثلاجه عادي من غير ما يقلب ريحه الثلاجه. يعني مثلا عمرك في مره مامتك كانت مثلا دقه توم او حاجه وحطها في الثلاجه عشان ما يبصش، وبعدين مثلا جيت تاكل حاجه المفروض انها حلوه لقيت طعمها توم؟ اهو ده بينقذك من ده المفروض. يعني ده شكل المنتج من قدام، هو شبه جدا اصلا الصراحه. من ورا في فتحه تهويه اللي يطلع منها بيكنج سودا، ومن تحت في حاجه بتتفتح. اظن ان انا ممكن افتح كده. تفتح ازاي دي؟ لا من ناحيتين. اوكي كده، وبعدين عندك بلاستيك عادي خالص نحط جواه البيكنج سودا منتهى الصلاحيه، بس هو يشتغل عادي خالص تقريبا في ان هو يشيل الريحه. اهو فضيت فيه العلبه كلها اهي، وبعدين نقفل تاني كده. فالمنتج ده ما نقدرش نقيمه قوي بحكم ان هو محتاج وقت عشان يشتغل. بس عارف الموضوع اللي بيقول لك ان انت محتاج تغير البيكنج سودا اللي جواها مره واحده بس في الشهر، فكحاجه موفره وبتنظف الثلاجه لا موفره كريحه يعني، او مش كريحه كاستخدام، لان البيكنج سودا مش غالي قوي. المنتج ده اتوقع ان سعره $10 تقريبا، وواخد انا ما جربتوش عشان اتوقع، بس اتمنى يكون شغال كويس. هو المفروض يشتغل كويس علميا، فاتوقع ان هو واخد 4.6 نجوم. ف$10 4.6 نجوم. خلينا نروح على امازون ونشوف كلامي صح ولا لا قبل ما نروح على المنتج الاخير. يلا بينا. اوكي، اكس فورتو جو سنو فريج بيكنج سودا ديودرايزر بيكنج سودا كونتينر بيكنج سودا فور فريج اور فريزر اودر اليمينيتر بيكنج سودا فريج ديودرايزر. حاسس ان في بيكنج سودا في الموضوع. واخد 4.6 نجوم من 702 مراجعه. ما جبتش حاجه من عندي. هل سعره $10؟ سعره كان $17.90 سنت، بقى $16.90 سنت. انا ما عنديش مانع مع المبلغ ده والله العظيم. وده شكل الدبدوب اهو يا جماعه، كلوز اب للي عايز يشوف. ويقول لك ان هو ديش واشر سيف، وممكن تستغله لو وقع منك بيكنج سودا. يعني لو البيكنج سودا متوسخه عادي لو انت مثلا بتطبخ او حاجه، فحلو ده. وبتحطه في الثلاجه مع الخضار كده. هو هل في منه اشكال؟ في منه اشكال ثانيه، في منه بطريق وجاموسه او بقره. لا صراحه منتج جامد وهنستخدمه مليون في الميه. بالعكس هو روش جدا، لو جالك مثلا حد من اهلك او حاجه وفتح الثلاجه وشافه هيبقى عايز يسالك ايه ده. بقول له ايه رايك فيه؟ ده الدبدوب البيكنج سودا. وخلينا نخش بقى على المنتج الرابع والاخير اللي انا عارف هو ايه وعايز مننا ايه، بما انه ما طلعش لغايه دلوقتي. لا يا اخوانا قبل ما نشوف المنتج الاخير بس في حاجه جامده في ايدي. المنتج اللي فات جه معاه المغناطيس ده، والله العظيم جامد قوي. ما يخليش سعره يزيد $5 اللي زادهم، بس على الاقل يخليه مثلا $12 يا سيدي. المهم هات لي العلبه دي هنا كده، وطلع المنتج الاخير اللي انا عارف هو ايه كويس، وهو الشيء اللي قدامكم ده. ايه اللي حصل وليه انا عارف المنتج ده ايه؟ اللي حصل ان دنيا اول مره تستخدم الاكونت بتاعي انا عشان تشتري منتجات. يعني عاده بتشتري من الاكونت بتاعها هي وانا بحط لها فيه الفلوس، فبالتالي بما انه اكونتي ومربوط بكل حاجه ليها علاقه بيا، فطبعا انستجرام بقى يلقط الحاجات اللي بندور عليها. ففي مره وانا بتصفح انستجرام طلع لي المنتج ده قدامي على اساس ان هو حاجه بتضحك، وبعته لدنيا ولقيته وشها بيتغير، فعرفت ان هي طالباه لعشوائيه مراتي وان انا حرقت على نفسي حاجه. دي حاجه اسمها الدنتي ذا سينجينج فلوتنج باستانير، اللي ايه؟ باستا تايمر. مش باستانير. ده عباره عن حاجه يا جماعه بتحطها مع الباستا وانت بتعملها، يعني وانت بتسلقها، والمفروض مكتوب عليه من ورا ان هو بيغني 4 اغاني. ذاتس اموري لو عدى 3 دقايق، ذا جاد فاذر لو عدى 7 دقايق، ترانتيلا نيبالوتانا بعد 9 دقايق، بريزنر سكواير بعد 11 دقيقه. من الاخر الشيء ده بترميه مع الباستا بتاعتك، ما اعتقدش ليه بطاريه ولا اي حاجه، بترميه مع الباستا بتاعتك وبيغني لك لما الباستا تكون جاهزه. بس احنا المفروض نروح على المطبخ نحط مكرونه تتسلق ونحط معاها الشيء ده ونشوف هيحصل ايه. فيلا بينا. اوكي انا غسلت الشيء ده تمام، والباستا هي موجوده. دي باستا المفروض ان هي تاخد وقت طويل قوي عشان تتعمل، فهنسمع كذا اغنيه تقريبا.
وهنا عندنا الميه بزيت، ما تسالش ليه. المفروض احط هنا البتاع ده، بعدين احط ده معاه ونصبر، واول ما يبدا يغني اصور لكم تاني. فخلونا نشوف. لحظه اهو. غني That's amore. طيب دي اول اغنيه. خلاص يا اسطى. هو صوته واطي قوي الصراحه زي صاحبه. خلونا نستنى الاغنيه الجايه. اسمعوا، ركزوا تاني يا اسطى. فزي ما انتم شايفين خلاص يا اسطى اسكت بقى، خليه يتغرق كده. شغال كويس، صوته واطي. خلونا نرجع على الاوضه تاني ونتكلم في المنتج ده ونشوف يستاهل كام نجمه وسعره المفروض يكون كام. يلا بينا. انتوا سمعتوا المنتج واعتقد ممكن يكون مش باين في الفيديو قوي، بس هو صوته واطي قوي. يعني مش الحاجه اللي انت حتى ممكن تسمعها في المطبخ وانت بتعمل دوشه. صوته واطي قوي 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 حتى والحاله مفتوحه، بس في نفس الوقت اشتغل زي ما بيقولوا. هو اول ما حطيته في البتاع اصلا، اول ما الميه وصلت لدرجه حراره معينه لقيته بيعمل تيت، ان هو ايه بدا يشتغل. بعد التيت ده دقايق غنى اول اغنيه، بعدها 6 دقايق فعلا غنى تاني اغنيه. الفكره انه جامد عشان مش محتاج بطاريه، وفي نفس الوقت ممكن يكون هديه حلوه لحد، بس صوته واطي. وهو المفروض اصلا الحاجه اللي بتحصل فيه ان هو بيعمل صوت. رايي ان هو يستاهل 3.8 نجوم عشان الصوت الواطي ده، لان ده هدفه الاساسي. ويكون سعره مثلا $17 بالكتير. 3.8 نجوم و$17. خلينا نروح على امازون نشوف كلامي صح ولا لا في المنتج الاخير معانا في الموسم ده. برين ستريم الدانتي سينجينج فلوتنج باستا تايمر ريد. يا نهار ابيض. اوكي، الاول المنتج واخد 4.1 نجوم من 706 مراجعه. لسبب ما مكتوب ان هو ما بقاش يتشحن لعمان، مع ان احنا يعني احنا جايبينه فين؟ في عمان. بس الفكره في سعره $29.99. كتير قوي كتير قوي 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 عشان اعمل مكرونه. ما اعمل تايمر على الموبايل؟ لا. عامة دي الصور بتاعته اللي حابب يتفرج عليها. المفروض ان هو معمول في المانيا، ما اعرفش ده يفرق معانا في ايه، بس على الاقل كاتبين ابعاده، ودي حاجه انا بقدرها وبحترمها. مش عارف ايه رايكم فيه، بس قولوا لي تحت في التعليقات. هو منتج جامد بس صوته واطي وسعره غالي، سعره غالي جدا. بس اللي يزعل مش سعره، اللي يزعل ان دي الحلقه الاخيره معانا في الموسم ده لغايه ما نعرف هنعمل ايه. زي ما قلت لكم قبل كده، مفيش نون في عمان، مفيش جوميا في عمان، علي اكسبرس ما ينفعش لان دي السلسله بتاعتنا. فاحنا يعني مش عارف نعمل ايه، بس هنفكر. بس النهارده كان عندنا الشيء ده الرهيب جدا. لا خلاص المشروب اللي فيه وغسلته كمان. وجدير بالذكر ان دنيا اول ما شافته قالت لي انا جبته بينك عشاني، ففعلا هو واضح ان هو عشانها. انا اصلا قلت لها كنت تشتري 2 بس مش مشكله، بس جامد قوي. انا احتمال اجيب لي نفسي واحد، بس طبعا مش من امازون. فده اول حاجه. تاني حاجه جربناه النهارده الشيء ده، اللي بصراحه مع انك تحس ان هو حاجه عاديه انك تجيبها، بس المنتج نضيف وجامد ويستاهل، اللي هو ويكس جير. مش عارف ده ايه الصراحه. ده كان المنتج التاني معانا. المنتج الثالث كان الدبدوب الرهيب ده ومعاه المغناطيس بتاعه، فدول مع بعض. واخيرا وليس اخيرا كان عندنا اخر منتج معانا في السلسله لغايه اشعار اخر، وهو الدانتي اللي بيغني لنا واحنا بنعمل مكرونه. قولوا لي ايه رايكم تحت في التعليقات في المنتجات بتاعت الموسم ده بشكل عام. اكتر منتج عجبك في ال3 حلقات كان ايه؟ وشكرا لكم على الدعم المستمر، وشكرا لكم على وجودكم معانا في السلسله دي، وان شاء الله نعرف نتصرف في حاجه ثانيه. وانا هقفل هنا واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. لاف يو اول باي باي. سلام استوي، الى اللقاء.